ومنورين يا شباب، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير باسورد الواي فاي راوتر اورنج الفي دي اس ال الجديد، راوتر موديل اتش 188 اي. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نغير باسورد الواي فاي، ونغير اسم شبكة الواي فاي، ونعمل كمان اخفاء لشبكة الواي فاي. كمل معانا الفيديو للنهاية وان شاء الله تطلع مستفاد. ولو في اي تعليقات او كومنت سيب لي كومنت اسفل الفيديو، ان شاء الله برد على كل الكومنتات. وهنبدأ مع بعض دلوقتي. اول حاجة هتبدأ تفتح جهاز الكمبيوتر عندك او الموبايل عندك، ولكن لو هتدخل من الموبايل ابدأ افتح متصفح جوجل كروم. تمام، وابدأ اعمل معانا الخطوات دي وان شاء الله هتبدأ تغيرها. تمام، ولكن النهارده شرحنا هيكون على جهاز الكمبيوتر. تمام، اول حاجه هنبدا نفتح المتصفح زي ما انتم شايفين، وهنكتب 192.168.1.1 وهنقول انتر. ممتاز جدا يا شباب، زي ما انتم شايفين طبعا فتحت معايا صفحه الراوتر. تمام، اول حاجه هتمسك الراوتر بتاعك هتقلبه كده في الظهر، هتلاقي حاجه اسمها يوزر نيم وباسورد. يوزر نيم والباسورد هتبدا تكتبهم في الصفحه دي. يعني اول حاجه اليوزر نيم بالنسبه لشركه اورنج هنكتب يوزر. تمام، اليوزر نيم هنكتب يوزر. تمام، كل الحروف سمول. والباسورد هتكتبه زي ما هو مكتوب، اذا كانت الحروف سمول كابيتال الارقام حروف اكتبه زي ما هو. انت مجرد هتقلب الراوتر بتاع حضرتك هتلاقي فيه يوزر نيم وباسورد هتبدا تكتبهم. تمام، انا هبدا اكتب الباسورد. بعد كده هقول لوج ان. ممتاز يا شباب، فتح معايا زي ما انتم شايفين كده. تمام، هبدا اضغط على لوكال نتورك. بعد كده هدخل على حاجه اسمها دبليو لان. تمام، بعد كده هبدا اضغط على حاجه دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن. تمام، هنبدا نضغط عليها. هيفتح معانا بالشكل ده. تمام، طبعا هيجيب لك كل الشبكات اللي عندك. لو انت عندك نفس اصدار الراوتر اللي هي الاتش 188 هيبدا يجيب لك الشبكتين مع بعض. الشبكه اللي هي 2.4 جيجا هرتز، والثانيه 5 جيجا هرتز. تمام، طيب هنبدا احنا نشوف بقى انت مختار اي شبكه. يعني انت لو سواء عندك برضو حتى لو الراوتر القديم برضو مفيش اي مشكله، هي نفس الاعدادات، ولكن انت شوف الشبكه اللي انت عليها ايه. انا بالنسبه لي لو لاحظت كده هتلاقيني مختار اس اس اي دي 2. تمام، مختار اس اس اي دي 2 ومعمول عليها اون، لكن بقيه الشبكات هتلاقي معمول عليها اوف. تمام، فهنبدا نضغط على الشبكه اللي انا فاتحها وببدا استقبل منها الواي فاي بتاعي. تمام، هبدا اضغط عليها. هيبدأ يفتح معايا بالشكل ده. تمام، أول حاجة جايبها لي اس اس اي دي نيم. هتلاقي اسم الشبكة بتاعتي أنا مسميها حرف الاي. أنا ممكن نخليها أي اسم مثلا، وليكن ممكن أكتبها مثلا علي مثلا. تمام، أو ممكن أكتبها مثلا أحمد. تمام، أي اسم بقى، أو ممكن أكتبها أي حاجة، ممكن أكتبها عمرو مثلا. تمام، اي اسم هتكتبه ده هيكون اسم الشبكه اللي هيظهر عندك في الواي فاي، هيكون اسم الشبكه اللي هيكون ظاهر عندك اذا كنت بتفتح واي فاي من موبايل، من كمبيوتر، من شاشه عرض، او ايا كان يعني. تمام، ده اللي هو الاس اس اي دي نيم، دي خاص باسم الشبكه. شوف انت بقى عايز تكتبه ايه. تمام، وبعد كده هتدخل على اس اس اي دي هايد. اس اس اي دي هايد ديت هتلاقي عندك معمول عليها اوف. لو معمول عليها اوف كده ان الشبكه بتاعتك ظاهره، يعني انت الشبكه بتاعت الواي فاي بتاعتك ظاهره. طيب انا عايز بقى اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي. هتعمل اخفاء لشبكه الواي فاي، يبقى هتدخل على اس اس اي دي هايد وهتبدا تحدد على اون. حددت على اون، خلاص كده انت عملت اخفاء لشبكه الواي فاي بتاعتك. تمام، بعد كده هتبدا تختار الحمايه، تجيب اعلى حمايه مفيش مشكله، تختار اخر حاجه. بعد كده هنا بيقول لك الباسورد. تمام، هنبدا نغير الباسورد بتاعنا. طبعا هنمسح ده مثلا كده. تمام، وهنبدا نكتب مثلا اي حاجه، يعني انا بعمل اي حاجه. تمام، بعد كده هتبدا تحدد كده، هيبدا يظهر معاك شو باسورد، هيبدا يظهر لك الباسورد اللي انت كتبته ايه. انا ممكن مثلا اجي اكتب مثلا باسورد احمد برضو، احمد مثلا. هعمل ات 12. تمام، ممكن اعمل اد كمان، اعمل شباك مثلا. وبعد كده هعمل حرف
عفوا. بعد كده هعمل مثلا حرف الايه كابيتال. تمام. فانا كده عملت الباسورد بتاعي زي ما انتم شايفين، خليت الباسورد بتاعي احمد 12 شباك ايه باللي هو الكابيتال مثلا. تمام. بعد كده هو هنا كاتب لي شو باسورد، لو انا عايز اخفي كده، عايز اظهر الباسورد ده اشوف كده انا كتبت ايه، فاهم؟ بعد كده هتبدا تضغط على ابلاي. كده انت حفظت البيانات، ولكن انا مش هضغط على ابلاي عشان انا مش عايز اغير بياناتي. تمام. ده كان شرحنا النهارده ازاي تغير اسم شبكه الواي فاي وتعمل اخفاء لشبكه الواي فاي وتغير باسورد الواي فاي وتختار حمايه للواي فاي. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.